في يوم من الأيام المسلمين كانوا على قلب واحد. دولة قوية قادها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها الخلفاء الراشدين. لكن في لحظة الدنيا اتشقلبت وسيوف المسلمين اتوجهت لبعض. معارك اشتعلت، أسماء عظيمة في التاريخ الإسلامي لقت نفسها على طرفي نقيض، وأحداث استمرت سنين طويلة لحد ما غيرت مسار الأمة الإسلامية كلها. إزاي بدأت الفتنة الكبرى؟ ليه حصل الانقسام؟ وإزاي الخلاف وصل لسفك الدماء بين الصحابة؟ وهل كان ممكن الأحداث دي تحصل بشكل مختلف؟ خلونا نرجع بالزمن ونعيش القصة لحظة بلحظة. سنة 23 هجريا عثمان بن عفان رضي الله عنه بقى الخليفة الثالث بعد عمر بن الخطاب، وكان معروف بحلمه وكرمه، لكنه كان مختلف عن عمر. عمر بن الخطاب كان شديد الحزم وكان بيشرف بنفسه على كل ولاة الأمصار، أما عثمان فكان بيفضل تفويض السلطة. وهنا بدأت المشاكل. بعض الولايات اشتكت إن في ولاة ظالمين، وخصوصا بعد ما بدأ يعين ناس من بني أمية اللي هم عيلته في مناصب حساسة، وده خلى ناس تحس إن الحكم بقى عائلي مش للأمة كلها. وبعض الصحابة اعترضوا على السياسة دي، لكن عثمان كان شايف إن كل والي بيتحاسب على عمله بغض النظر عن صلته بيه. الغضب بدأ ينتشر في الكوفة والبصرة وفي مصر، وبدأت تظهر احتجاجات ضد عثمان، لكنها ما وصلتش للعنف في الأول. لكن الأمور خرجت عن السيطرة لما المعارضين اتحركوا من الأقاليم ودخلوا المدينة المنورة وطلبوا من عثمان إنه يعزل بعض الولاة، وهنا حصلت الكارثة. سنة 35 هجريا الأمور اتصاعدت جدا. الثوار حصروا بيت عثمان ومنعوا عنه المية والطعام ورفضوا يسيبوه، والصحابة كانوا منقسمين، ناس شايفين إنه لازم يتفاوض معاهم، ناس تانية شايفة إنه لازم يقاتلهم. وهنا عثمان رضي الله عنه رفض يقاتل، وقال جملته الشهيرة: والله لا أخلع قميصا قمصنيه الله. حاول يهدي الأمور، لكنه رفض التنازل عن منصبه وقال إنه مستعد يموت على موقفه. وهنا اقتحموا بيته وقتلوه وهو بيقرأ القرآن، وسال دمه على المصحف في مشهد مأساوي هز المدينة كلها. الجريمة دي كانت خطيرة جدا، مش بس عشان عثمان كان خليفة، لكن لأنها كسرت هيبة الخلافة وفتحت الباب لصراع دموي ما بيرحمش. المدينة أغرقت في الفوضى، الصحابة اتصدموا، لأول مرة في الإسلام الخليفة يقتل بهذه الطريقة، وهنا كان لازم حد يتدخل وينقذ الدولة من الانهيار. بعد مقتل عثمان كان الوضع في الدولة الإسلامية متوتر جدا، وهنا الصحابة قرروا يبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لحكمته وبقى الخليفة. لكن المشكلة كانت في المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان. الصحابة تقسموا فريقين، الفريق الأول مؤيد لعلي رضي الله عنه وشايفين إن الأولوية دلوقتي لاستقرار الدولة وبعدها يتم القصاص، والفريق الثاني طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والسيدة عائشة رضي الله عنها كانوا شايفين إن القصاص لازم يتم الأول قبل أي استقرار سياسي. هو إيه اللي جاب السيدة عائشة للحرب؟ بعد مقتل عثمان كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في مكة لأداء الحج، ولما عرفت الخبر كانت غاضبة جدا لأنها كانت شايفة إن قتلة عثمان لازم يتحاسبوا فورا منعا لأي فتنة ممكن تحدث، وقررت تروح للعراق، وطلحة والزبير انضموا ليها، وكانت الفكرة إنهم يروحوا للبصرة عشان يجمعوا أنصار القصاص. في البداية علي رضي الله عنه أرسل رسائل لطلحة والزبير عشان يوضح موقفه واتفقوا على التفاوض، لكن حصلت حاجة غريبة جدا. في نص الليل حد هاجم جيش علي، وفي نفس الوقت هاجم جيش طلحة والزبير، وبدأت المعركة بدون ما القادة نفسهم يكونوا عارفين إيه اللي حصل. المؤرخين بيقولوا إن بعض قتلة عثمان كانوا وسط جيش علي، وخافوا إن لو حصل صلح هيتقبض عليهم، فقرروا يشعلوا القتال. الجيشين اشتبكوا، ودي كانت أول مرة الصحابة يواجهوا بعض بالسيوف. المعركة استمرت ساعات طويلة وقتل فيها آلاف المسلمين للأسف، وطلحة بن عبيد الله استشهد بعد ما اتصاب بسهم قاتل، ولما وقع قال: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. الزبير بن عوام انسحب من المعركة، لكنه استشهد في الطريق على ايد واحد من الخوارج. في النهاية جيش علي انتصر، لكن سيدنا علي زعل جدا ان المعركة اصلا حصلت. بعد انتهاء القتال السيدة عائشة رضي الله عنها كانت على جملها في وسط المعركة، وده سبب تسميتها موقعة الجمل. سيدنا علي امر باعادتها للمدينة معززة مكرمة، وودعها بنفسه، وكان بيحترمها جدا رغم الخلاف. والمعركة دي زادت الانقسام في الدولة الإسلامية، وكان نتيجتها حرب أكبر، معركة صفين. بعد موقعة الجمل ظهر خصم جديد لعلي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان والي الشام وابن عم عثمان بن عفان. معاوية كان عنده جيش قوي جدا،
وكان شايف انه لازم يتم القصاص لعثمان قبل مبايعة علي. والمشكلة ان معاوية كان حاكم قوي والشام تحت قيادته كانت مستقرة، فرفض مبايعة علي وبدأ يحشد جيشه. سنة 37 هجريا الجيشين اتحركوا ناحية بعض، وكان اللقاء في صفين على ضفاف نهر الفرات. علي بن أبي طالب كان معاه جيش ضخم، والقيادة العسكرية كانت عند مالك الأشتر، واحد من أذكى القادة وقتها. معاوية كان معاه برضه جيش قوي، والقائد العسكري كان عمرو بن العاص اللي كان معروف بدهائه وذكائه الحربي وحدث ولا حرج. الحرب بدأت وكانت واحدة من أعنف المعارك في التاريخ الإسلامي. القتال استمر أكتر من 3 أيام متواصلة، وكانت المعركة متكافئة جدا. علي كان بيقاتل بنفسه في الميدان وكان بيشجع جنوده بشجاعة، ومعاوية كان بيقود المعركة بدهاء وبيستغل تفوق جيشه في الشام. لكن مع مرور الوقت جيش علي بدأ يتفوق، وكان واضح إنهم هيكسبوا. وهنا حصلت الحيرة اللي غيرت مجرى المعركة بالكامل. لما جيش معاوية لقى أن النصر رايح لعلي، عمرو بن العاص فكر في خطة ذكية جدا. أمر جنوده إنهم يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح كإشارة إنهم عايزين يحتكموا لكتاب الله بدل القتال. بعض جيش علي صدق الخدعة وقالوا إزاي هنقتل إخواتنا، لازم نقبل التحكيم. لكن علي كان عارف إن دي خدعة، بس جزء كبير من جيشه أصر على وقف القتال. في الآخر اضطر إنه يقبل التحكيم، وهنا بدأت الأزمة الحقيقية. بعد انتهاء معركة صفين سنة 37 هجريا التحكيم حصل، لكن بدل ما يحل المشكلة زود الفتنة أكتر. تم الاتفاق على اختيار حكمين، أبو موسى الأشعري ممثل عن علي، وعمرو بن العاص ممثل عن معاوية. في البداية كان الاتفاق إن الطرفين هيعزلوا علي ومعاوية ويتم اختيار خليفة جديد للمسلمين. لكن عمرو بن العاص كان في دماغه تفكير تاني. لما بدأوا التحكيم أبو موسى الأشعري اتكلم الأول وقال إنهم هيعزلوا علي ومعاوية. بعدها على طول عمرو بن العاص قال إنهم هيعزلوا علي وهيثبتوا معاوية. وهنا علي بن أبي طالب رفض النتيجة، لكن الضرر كان خلاص حصل. الناس بدأت تنقلب عليه. الدولة الإسلامية بقت منقسمة بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان، وظهرت مجموعة ثالثة شكلت أزمة ضخمة، الخوارج. التحكيم كان نقطة تحول خطيرة. جزء كبير من جيش علي رفض اللي حصل واتهموا إنه وافق على خدعة معاوية. المشكلة إن الناس اللي رفضوا التحكيم دول كانوا من أشرس المقاتلين في جيش علي، وقرروا إنهم ينشقوا عنه تماما، وعرفوا بعد كده باسم الخوارج. الخوارج كانوا شايفين إن علي بن أبي طالب أخطأ لما قبل التحكيم، ومعاوية بن أبي سفيان ظالم ولازم يقتل، وأي حد لا يحكم بشرع الله لازم يتم قتله حتى لو كان صحابي، لأن هما شافوا إن دول رجال حكموا في شرع الله لا بشرع الله. علي حاول يقنعهم إن اللي عمله كان مصلحة الأمة، لكنهم كانوا مقتنعين إنه أخطأ وانسحبوا تماما وبدأوا في تكوين جماعتهم، ودي كانت بداية أخطر فرقة في الإسلام. بعد التحكيم معاوية بن أبي سفيان بدأ يقوي سلطته في الشام وبدأ يتصرف كأنه الحاكم الفعلي. في الوقت ده علي بن أبي طالب كان الخليفة الشرعي لكن دولته بقت ضعيفة بسبب انشقاق الخوارج والصراعات الداخلية. معاوية بدأ يتحرك سياسيا وعسكريا عشان يسيطر على بقية الدولة الإسلامية، وده خلاه أول شخص في الإسلام يؤسس نظام حكم وراثي اللي بقى لاحقا الدولة الأموية. في نفس الوقت علي بن أبي طالب كان مشغول بمواجهة الخوارج بدل ما يركز على استعادة سلطته بالكامل، وده بيخلينا نروح للكارثة اللي حصلت بعد كده، حرب علي ضد الخوارج. سنة 38 هجريا الخوارج بدأوا يعملوا عمليات إرهابية ضد المسلمين، وهاجموا أي حد ما كانش معاهم. قرر سيدنا علي إنه يواجههم، وخرج بجيش لمكان اسمه النهروان عشان يقاتلهم. المعركة كانت قصيرة جدا لكنها كانت دموية جدا. الخوارج كانوا بيقاتلوا بشراسة لأنهم كانوا مقتنعين إنهم على حق، لكن جيش علي كان أقوى ونجح في هزيمتهم هزيمة ساحقة. أغلب الخوارج اتقتلوا، لكن بعضهم قدر يهرب، وكان من بينهم شخص اسمه عبد الرحمن بن ملجم اللي قرر بعدها الانتقام من علي، ودي كانت بداية التخطيط لاغتيال علي بن أبي طالب. سنة 40 هجريا قرر مجموعة من الخوارج إنهم يقتلوا علي ومعاوية وعمرو بن العاص في نفس الوقت عشان ينهوا الفتنة. الخطة كانت كالتالي: عبد الرحمن بن ملجم هيقتل علي في الكوفة، واحد تاني هيقتل معاوية في دمشق، وواحد هيقتل عمرو بن العاص في مصر. عبد الرحمن بن ملجم قدر يضرب علي بن أبي طالب بسيف مسموم وهو بيصلي الفجر في مسجد في الكوفة، ومعاوية نجا من محاولة الاغتيال ولكنه اتصاب بسلاح خفيف. عمرو بن العاص يقال انه ما حضرش الصلاة في اليوم ده فنجا، لكن اللي مكانه هو اللي اتقتل. سيدنا علي فضل يصارع الموت 3 أيام وبعدها استشهد، وده كان نهاية عصر الخلافة الراشدة وبداية الدولة الأموية. بعد وفاة سيدنا علي ابن الحسن تولى الخلافة، لكنه قرر انه يتنازع عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان عشان يوقف الفتنة الدموية اللي حصلت في الأمة الإسلامية. وبكده معاوية بقى الخليفة الأول للدولة الأموية،
ودي كانت بداية الحكم الوراثي في الإسلام. معاوية كان حاكم سياسي ذكي جدا، لكنه أسس نظام حكم مختلف عن الخلافة الراشدة، حكم ملكي أكتر منه شوري. وبعد وفاة معاوية ابنه يزيد بن معاوية استلم الحكم، ودي كانت بداية أزمة جديدة في الإسلام اللي أدت لاحقا لمعركة كربلاء واستشهاد سيدنا الحسين. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.